السلام عليكم، كي دايرين؟ كي دايره الصحه؟ كي داير الاحوال؟ ان شاء الله الفيديو لقاكم صحه جيده. اش تتعودوا؟ واش فايقين؟ واش ناعسين؟ صباح الخير الا تشوفوا هذا الفيديو في الصباح، ومساء الخير الا تشوفوا هذا الفيديو في العشيه. طبيعه الحال على حسب العنوان اللي كتبت، يعني طبعا مشاركه في الجروبات، يعني اي شخص مشارك في الجروبات ديال مثلا ديال السويد، ديال الايطاليان، ديال مختلف الجروبات. وانا مشاركه في هذا الجروب، وبحكم انا عايشه في السويد. واحد السيده طرحت واحد السؤال، والناس جاوبوها، ومن ضمن هذا السؤال اللي طرحت نطلع لكم بالاجوبه. كاين الاجوبه اللي انا متفقه معهم، وكاين الاجوبه اللي انا ما متفقه معهم. قبل ما نبدا لهاد الاسئله، هذا السؤال والاجوبه اللي جاوبوها الناس، هذا السؤال تيتعلق بالناس اللي ولدوا ولادهم هنا في السويد وخايفين على اولادهم هنا في السويد ولا في الغربه، على السوسيال وعلى التربيه. انا بالنسبه لي تنهضر عليا، انا بالنسبه لي انا ضد الفكره نولد ولادي ونزل المغرب. هذه ما تدخل لي انا عقلي، ما متقبلها. بالنسبه لي انا دابا هاد السيده حطت واحد السؤال، ها هو السؤال نقول تشوفوه دابا. السلام عليكم البنات، انا جديده معكم في الجروب، بغيتكم تنصحوني. عفاكم، انا مقيمه بالسويد ودابا جيت المغرب وقررت نستقر ان شاء الله بالمغرب انا ووليداتي، ولكن رجلي غادي يبقى تما، وراكم تتعرفوا السبب اللي هو الخوف على وليداتي من السوسيا والانحلال اللي في الغرب. كنت تنعيش في الخوف وكنت تنقول فوقاش يجي نهار اللي ندخل المغرب. دابا عفاكم قولوا لي واش ما ندمتش على هذا القرار. انا الجواب ديالي غلط درتي، لانك نزلتي اولا المغرب وخليتي باهم بوحدو في السويد، لان التربيه ديال الاولاد صعيبه من غير الاب. لان دابا نتيا نزلتي المغرب هربتي من الخوف على السوسيال، ولكن نزلتي وهذه تحطي في اكبر غلط وخوف، لان تربيه الاولاد من غير اب المغرب وغادي تندمي اكبر ندم، لان دوك الاولاد غادي تضيعيهم الا ما عندك الامكانيات، سواء كاينين الامكانيات ولا ما كاينين في المغرب. هنا في اوروبا تقدري توفري لهم كل شيء. انا ما عرفت علاش خديتي هذا القرار، رغم ان هنا كاينين الناس والدين ولادهم عارفين لهم التربيه الحسنه، التربيه الاسلاميه، عارفينهم التقاليد ديال المغرب، عارفينهم. حنا دابا انا صار لي هنايا 24 سنه، يعني انا ربيت ولادي، يعني ما خفت لا من السوسيال ولا سميتو. الانسان دابا انت الا عرفتي القانون ديال السوسيال وعرفتي، دابا داك الخوف هو اللي جبت لك المشاكل. يعني انت درتي خطوه ماشي زوينه، وهذوك الولاد غادي تضيعوهم في المغرب. غادي ندوزو الاجوبه ديال الناس، وبقوا معايا تشوفوا الاجوبه الاخرى. هل الجواب الاخر: اكبر غلط درتي رجعتي للمغرب، غادي تضيعي هذوك الاولاد. كنا ربينا ولادنا هنا والحمد لله. الانسان ما يخاف الا عرفتي القوانين، ما تخافي والو. السوسيال ماشي غادي يجي ياخذ الاولاد غير هكاك، مستحيل. رجع اختي للسويد، راه في المغرب غادي يدعوا. بصراحه انا متفقه مع هذه اللي قالت لي هذا الجواب، لان سواء في المغرب سواء في السويد نفس الجواب آخر: إلا عندك الفلوس صحيحة تقري ولادك في أحسن المدارس في المغرب وتعيشي أحسن عيشة في المغرب. علاش لا؟ متفقة معك، إلا عندك الفلوس غادي تعيشي أحسن عيشة، ولكن الاستقرار والأمان ديالهم وصحتهم والقوانين سميتو فرق شاسع بين السويد وبين المغرب. طبعا بلادنا على الراس والعين، ولكن نزل ولادي للسويد يعيشوا في المغرب ما صعيبه بالنسبه لي، صعيبه. لان هذه لموك، يعني انت قريتهم في احسن المدارس، لا بد يجيو يطلبوا في ايام يوم من الايام يطلعوا الدول الاوروبيه، لان في يوم من الايام هذه يكبروا، هذه يتخرجوا سميتو، وهذه يبغيو يكملوا الدراسه ديالهم في الدول الاوروبيه. علاش انا ما نختصر هذا من الاول؟ تقدري تربي ولادك كيف بغيتي باي بلد، الولاد يقلدوا والديهم. ملاحظة أنك ضحيتي بزوجك وبنفسك على قبل الولاد، لأن الزواج في البعد صعيب. بقي مع رجلك وحاولي تحرصي على تربية الدين والمحبة في ولادك. متفقة معك، أنا هذا الجواب متفقة معها 100%. تربي ولادك من غير باهم راه بحد ذاته خوف. أختي القرار خديتي ومشي الحال على قولت
الشرقيين. دابا علاش جايه تشوشي في افكارك؟ هنا راه كل وحده كتجاوبك باللي مناسبها هي، ماشي باللي مناسبك انت. اكيد الاستقرار في المغرب باش تكون نتيجته مزيانه لازمك تستقري في مكان راقي ما فيش داك التشمكير والتجلويق والتحماميت، وكل واحد داخل سوق راسو. الجيران نقيين ومسائل وليداتك تدخليهم المدارس نقيه وتقبليهم وتبعي معاهم طبيب وكل شيء مريقل. تال شي نهار بغيتي ترجعي للسويد كترجعي مرتاحه. والتربيات في المغرب ماشي هي هنا صراحه، كتربي وتعرضي اغلاطهم وانت مرتاحه. ما خايفاش البعلوك يمشي للمدرسه يقول لمعلمته ماما قالت لي ممنوع نصبغ ضفاري، وتقول لي لا انت اللي كتقرر. وها النمره ديال واحد جوج. الا تعرضتي لشي حاجه اتصل كتقول ليه ماماك اولدي عندها الحق وكتزيد. انا نجاوب هاد السيده او السيد، ما عرف شكون، واش السيد ولا السيده. المهم راه مستحيل تربي ولادك نفس التربيه اللي انت تربيتي فيها. فعلا غادي تعلموا على الاخلاق وتعلموا على الدين وتعلموا سميتو، ولكن انت في اوروبا بغيتي ولدك يتربى زي ما تربيتي انت، راه صعيبه بزاف. راه فين ما مشيتي راه حنا دابا في 2023. راه التربيه تطورات، كاين تقدم تربيه الاطفال، كاين التلفاز، كاين الموبيل، كاين سميتو الاطفال تيشوفون. راه واخا هربتي المغرب، هربتي حتى دخلتي لشي غار وسميتو لولدك الا ما هداه لك الله، واخا راه تربي وتعاودي وتهضري وتنصحي والدين وسميتو الا ما هداه لك راه صعيب. الجواب اخر، نصيحه من اختك احسن ما درتي لوليداتك، خليك اختي في المغرب عايشه الامان ومستقره وفي بلادك حره. ما كان اللي يفهم عليك ملي يكبروا الدراري هما غيختاروا فين يكملوا قرايتهم، واش يرجعوا ولا يبقاو تما. والله يسر لك اختي في هذا في ما هو احسن. نجاوب هاد السيده، علاش ما يكون العكس؟ يقدروا يبقاو في السويد يقراو ويتخرجوا وياخذوا الشواهد ديالهم، وديك الساعه يختاروا فين يكملوا قرايتهم. يا اما ينزلوا المغرب يكملوا قرايتهم، يمشيو الدول الاوروبيه يقراو يكملوا قرايتهم. لان داكشي اللي تنشوفوا دابا في المغرب راه حتى المغرب راه ما فيه الامان كما في السويد. عن الانحلال اخلاقي كاين حتى في المغرب اختي للاسف، والسوسيال ماشي ياخذهم ليك بدون سبب. المهم انت تعرفي شنو انسب ليكي. طبعا الانسان تيعرف اشنا هو الانسب ليه. السوسيال ماشي عذر، ماشي خوف. تعرفين القوانين ديالك، تعرفين اللي عليكم واللي ما عليك. الاولاد ما يخافوا حتى شي حاجه، عارفين تربيهم تربيه حسنه. تعلميهم الدين ديالنا وطلبي الهدايه. اما تنزليهم يا اختي المغرب بهاد الظروف والمعيشه غلات والمدارس غلا، وكل مره يتخربق كل مره القانون جديد. انا ما متفقه معاه. للاسف الناس خافت لان هاد الضجه اللي طلعت على السوسيال في السويد غلط. لان الانسان اللي كان عايش هنا اكثر من 24 سنه عارف القوانين السوسيال ما تيجي وياخذ لك ولاد هكاك، تعطيك انذارات تطول تقريبا عام على حسب معلومات ديالي. الانسان ما يخاف ويتوكل على الله ويولد وليداته ويعيش حياه عاديه. اذا انت عرفتي القوانين وعرفتي الحقوق ديالك والحقوق ديال الطفل ما تخافي حتى حاجه. وهذا ما كان. هذا آخر جواب لهذه السيدة اللي طرحت هذا السؤال. تنتمنى الإنسان يراجع ويفكر مزيان قبل ما ياخذ أي خطوة ينزل ولادو المغرب على الراس والعين بلادنا وحنا تنموتوا عليها. لكن الإنسان يفكر عقليا ما يفكر عاطفيا. المهم تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ومرة ندخلوا نديروا بحال هذه المواضيع سؤال وجواب اللي تطرح في الجروبات. ونهاركم سعيد ومع السلامة.